أهلا بيكم، ودي الحلقة الأولى من السيزن الثالث من بودكاست كلام بالعقل. هل كل الناس اللي عندها اضطرابات نفسية بتروح لعيادة نفسية؟ وهل كل الناس اللي ما عندهمش اضطرابات نفسية ما بيروحوش عيادات نفسية؟ وهل صح إن أنا أروح لطبيب نفسي؟ وهل لو رحت لطبيب نفسي الزيارة دي مش هتبقى زيارة واحدة وهضطر أروح بعدها 100 مرة؟ الأسئلة دي إحنا محتاجين نفهمها ونعرف إجابتها. في بودكاست كلام بالعقل هنتكلم في كل حلقة عن موضوع من حياتنا وأسئلة بتدور في دماغنا وأفكار بتحيرنا. هنتكلم بصراحة وبالعقل ومن القلب عشان نعرف إزاي نتعامل مع أفكارنا ونحافظ على مشاعرنا. معاكم باسم سليمان، استشاري الطب النفسي، والبودكاست من إنتاج TPP. من فترة كده صديق ليا جاء وهو بيتكلم معايا وقال لي بص بقى، أنا عايز أبقى حاجة تانية خالص. أنا زهقت من حياتي دي وعايز أغيرها كلها وأتخلص من كل حاجة مضايقاني كده وأبقى حاسس إن أنا خفيف وعندي كده سلام داخلي وعايش مبسوط على طول. فقلت له يعني هو طبعا صعب إن الواحد يغير حياته كلها مرة واحدة، مع إن مش غلط إن الواحد ممكن يغير حياته. وقلت له على فكرة، قصة الانبساط دي هو أنا مش مطلوب مني إن أنا أكون مبسوط على طول. وقلت له برضو على فكرة، هو السلام الداخلي اللي انت بتدور عليه ده احلى حاجة في الدنيا انك انت توصل لها، بس المهم انك انت تكون فاهم يعني ايه سلام داخلي. السلام الداخلي ده مش معناها انك انت تكون مبسوط على طول. السلام الداخلي ده معناها ان يكون في توافق ما بين الافكار والمشاعر والتصرفات. لكن انك انت توصل لاعلى درجة من درجات السلام الداخلي دي حاجة كويسة جدا، لكن صعب قوي ان الواحد يبقى على طول في حالة السلام الداخلي. المهم هو يعني خد كلامي كده وطنشه، وبعد فترة قال لي بص، انا قررت اخد دورة من دورات التنمية البشرية وتطوير الذات. وانا مش ضد الدورات دي خالص، بالعكس الدورات دي ممكن تبقى مفيدة جدا وتنفع، بس المهم يكون الشخص اللي بيعملها او بيقدمها يكون فعلا من عنده الخبرة والاحترافية ان هو بيقدمها صح. لانه معظم دورات التنمية البشرية وتطوير الذات الحقيقة انها بتروج لنفسها عشان تعمل دعاية كويسة، انها بتدينا فكرة غلط عن الحياة، بتدينا فكرة ان الحياة دي جميلة قوي ومريحة قوي وما فيهاش اي مشاكل خالص. ومعنى كده الله، طب ما انا لما الاقي بقى ان انا الحياة فيها مشاكل ومش مريحة قوي، يبقى معنى كده ان انا المشكلة فيا انا. يعني معنى كده ان المشكلة فيا ان انا اما ان انا فاشل او مقصر، او ان انا مش عارف اتعامل مع افكاري، او مش عارف اتعامل مع الضغوطات او اي حاجة. فالمهم اخد دورة واتنين من دورات التنمية البشرية، وقابلته بعد كده قلت له ايه الاخبار؟ قال لي انا ماشي كويس جدا وكل حاجة، وانا دلوقتي بدأت اعمل تغيرات جذرية في حياتي وحاجات كتير قوي بدأت اغيرها، بس لسه فاضل كمان دورة عايز اخدها وكل حاجة. وانا فعلا لاحظت ان هو بدأ يغير حاجات كتير قوي في حياته. انا ما كنتش مقتنع بالتغيير السريع ده قوي فيها. المهم ان هو كمل فيها، وبعد كده يعني معرفش ايه اللي حصل، لقيت ان هو حصل عنده شوية مشاكل في بيته وفي أسرته. هو في حاجة في الدنيا اسمها ان انا ما احسش بأي زهق او ملل او بخنقة؟ هو في حاجة في الدنيا اسمها ان انا لازم اقوم كل يوم الصبح بانشراح وسعادة ومقبل على الحياة؟ هو في حاجة في الدنيا اسمها ان انا ما ينفعش احس بخوف او بغضب؟ هو في حاجة في الدنيا اسمها ان انا ما ينفعش ازعل من نفسي، او ان انا الوم نفسي، او ان انا ضميري يبقى بيأنبني على حاجة انا عملتها؟ الأمنية اللي انت عايز توصل لها ان ما يبقاش فيه اي مشاعر سلبية في الحياة، وان ما فيش اي ضغوطات في الحياة، دي أمنية خيالية. وان انت كونك ان انت مش قادر توصل لها هو ده اللي بيعمل للإنسان إحباط. فأنا أبقى بجانب المشاعر السلبية دي أنا بيجيلي كمان إحباط. حد ممكن يجيلي العيادة كده وبعد ما يقعد معايا وهو خارج يقول لي أنا عندي إيه بقى يا دكتور؟ يعني أنا تشخيصي إيه؟ فأنا أقول له أنت ما عندكش حاجة، مفيش تشخيص أقدر أديهولك. أنت كل اللي عندك إن كان في مشاعر سلبية بسبب ضغوطات معينة في حياتك، بس أنت المشاعر السلبية دي ما كنتش عارف إنك أنت تتعامل معاها، ما كنتش عارف إنك أنت تحجمها، عشان أنت مش قادر تدير أفكارك بشكل مظبوط عشان تلم المشاعر السلبية دي. والمشاعر السلبية دي لما بتزيد هي دي اللي ممكن تتحول لاضطراب نفسي. ناس كتير قوي من اللي بتروح العيادات النفسية هم ما عندهمش اضطرابات نفسية، هم بيروحوا بسبب ان عندهم مشاكل، ضغوطات في العمل، ضغوطات في الحياة، ضغوطات في العلاقات، في التربية، في الجواز، والحاجات دي بتسبب لهم مشاعر سلبية. بس هم عشان فاكرين
إن المشاعر دي ما ينفعش إن هم يحسوا بيها، فما بيبدأوا إن هم ما يتقبلوهاش وما يعرفوش إن هم يتعاملوا معاها. رفض المشاعر السلبية دي هي أكبر مشكلة ممكن تخلي الإنسان يفتكر إن هو مش طبيعي أو إن فيه حاجة غلط. وناس كتير قوي كمان ممكن إنها تكون عندها اضطرابات نفسية فعلا وما بيروحوش لعيادات نفسية. ممكن يكونوا إن هم مش عارفين إن في حاجة غلط عندهم، ممكن يكونوا إن هم مش عايزين يعرفوا إن في مشكلة عندهم، أو للأسف إن في ناس كتير قوي ما بتروحش عيادات نفسية لأنهم فاكرين إن ده عيب أو غلط أو وصمة عار. ناس بقى كمان بتيجي العيادات النفسية وهم بيبقوا جايين مشخصين نفسهم. يعني أنا بواجه كتير قوي الحكاية دي، إن ممكن حد يجي يقعد معايا، أول ما يقعد يقول لي على فكرة أنا عندي اكتئاب، أنا عندي وسواس، أنا عندي قلق، انا بيقولوا ان انا شخصيه نرجسيه، لدرجه ساعات كمان ان حد يجي يقول لي انا شكلي كده ان انا عندي الباي بولر اللي هو اضطراب ثنائي القطب. ومش كده وبس، ده ممكن كمان انه يكون بدأ ياخد علاج. فاقول له طب هو انت التشخيص اللي انت خدته ده، انت جاي بتقول لي ان انت عندك اكتئاب، يعني انت رحت للدكتور قبل كده وقال لك؟ لا لا لا، انا الناس اللي حواليا قالوا لي ان انا عندي اكتئاب. وبدأت تاخد علاج. طب العلاج ده يعني دكتور مثلا تعرفه، دكتور قريبك؟ لا والله، ده انا واحد صاحبي قال لي ان هو خد الدواء الفلاني ده مضاد الاكتئاب الفلاني وجاب معاه نتيجة، فانا بدأت اخده وانا ماشي على الجرعة الفلانية، فقول لي كده ايه رأيك لو نزودها نغيره نعمل ايه؟ طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط. ما ينفعش ان حد ياخد تشخيص طبي في اي تخصص، ولا ان هو ياخد علاج برضه في اي تخصص من غير استشارة طبيب. طب يعني ايه بقى اضطراب نفسي وازاي يتشخص؟ الاضطراب النفسي ده عايزين نفرق ما بين كلمة اضطراب نفسي وإن أنا عندي مشاعر سلبية. والاضطرابات النفسية هي عبارة عن امتداد لمشاعر طبيعية. لكن عشان أقول إن في حد عنده اضطراب نفسي، في حاجتين كده أساسيتين هم دول لازم يبقوا موجودين. أول حاجة إن لازم تكون في أعراض معينة ومستمرة لمدة طويلة. والحاجة التانية إن يكون الاضطراب النفسي ده مأثر على حياتي، مخليني إن أنا أبدأ ألخبط في شغلي، ألخبط في أسرتي، ما بقاش عايز أقعد مع حد، مش عايز أقابل حد، بدأت أسيب الشغل، بدأت أخد أجازات كتير. يعني إن أنا أبقى مخنوق يومين ثلاثة ده مش اضطراب نفسي، إن أنا أبقى قلقان يومين ثلاثة أسبوع ده مش اضطراب نفسي، إن أنا يجيلي شوية لخبطة في نومي يومين ثلاثة أسبوع حتى ده مش اضطراب نفسي. الأصل إنك سليم، والدكتور الشاطر اللي عنده العلم، والأهم من العلم كمان الخبرة، لأن هو شاف ناس كتير، إنه يدور على أي سبب في حياتك هي اللي مسببة الأعراض اللي عندك دي، مش إن يكون سبب الأعراض دي اضطراب نفسي. إحنا محتاجين قوي إن إحنا نتقبل إنسانيتنا، محتاجين قوي إن إحنا نفهمها، محتاجين إن إحنا نتقبل مشاعرنا الإيجابية والسلبية، محتاجين قوي ان احنا نتقبل ان احنا لازم نتأثر باللي بيحصل معانا واللي بيحصل حوالينا. فقد الشغف ده مثلا، ان انا ابقى فاقد الشغف في وقت معين، ده شيء طبيعي جدا. وبالرغم ان فقد الشغف ده ممكن يكون عرض من اعراض الاكتئاب، لكن هو في الاكتر هو الحقيقة ان هو بيحصل لاسباب طبيعية جدا. ان انا من فترة للتانية ممكن تعدي عليا مراحل احس ان انا فاقد الشغف كده، ماليش نفس ان انا اعمل حاجة، مش عايز اقابل حد، مخنوق شوية. كل الأمور دي أمور طبيعية. إن من قوانين السعادة في الحياة إن أنا ما ينفعش إن أنا أتعلق بحاجة واحدة وأخليها هي سبب سعادتي. على فكرة إحنا كلنا بنتعلق بحاجات، بس في فرق إن أنا أتعلق بحاجة وما أشوفش أي حاجة تانية غيرها، وفي فرق إن أنا أتعلق بحاجة وأكون شايف حاجات كتير قوي. لأنه لو علقت نفسي بإن أنا سعادتي كلها مرتبطة بمنصب، مرتبطة بترقية، مرتبطة بأي حاجة، والحاجة دي ما جاتش، يبقى معنى كده إن أنا هيجيلي إحباط جامد جدا، وممكن يؤدي في الآخر إن هو يجيلي اكتئاب. إن أنا أعلق سعادتي بحاجة غير ثابتة دي ممكن تسبب لي كارثة وممكن تسبب لي إحباط. وكلنا عارفين إن الحاجة الثابتة الوحيدة هي الله سبحانه وتعالى، وعشان كده فعلا هي جنة الله في الدنيا، هي راحة البال وطمأنينة القلب. على فكرة هو مش لازم انك انت كل يوم تعمل كل حاجة، مش لازم كل يوم انك انت تبسط كل اللي حواليك، مش لازم كل يوم تعمل كل حاجة مظبوطة 100%، مش لازم تيجي على نفسك وتظلم نفسك عشان محدش يقول عليك أناني، مش لازم تقبل اللوم وتسكت من غير ما تبرر الأسباب اللي عندك، مش لازم انك انت تدي حد الأولوية مدام ان هو مش بيديك الأولوية. وبمناسبة بقى موضوع حب نفسك ده،
على فكرة هو حب نفسك ده مش معناها إنك أنت ما تشوفش غير نفسك وتدوس على غيرك. حب نفسك ده مش معناها إنك أنت تعصي أبوك وأمك عشان تريح دماغك. حب نفسك ده مش معناها إنك أنت ترمي مراتك وعيلتك عشان تريح دماغك. حب نفسك ده مش معناها إنك أنت تتخلى عن صحابك عشان أنت زهقت من سماع مشاكلهم. حب نفسك ده مش معناها إنك أنت تكسر كل الأصول والأعراف. حب نفسك دي معناها إنك أنت تكون النسخة الأحسن من نفسك، إنك أنت تكون النسخة الأحسن في علاقتك بربنا عشان تحس إنك أنت راضي ومرتاح. تكون النسخة الأحسن في علاقتك بأمك وأبوك عشان يكونوا هم راضيين عنك. تكون النسخة الأحسن مع مراتك، وتكون النسخة الأحسن مع جوزك عشان حياتكم تبقى هادية ومرتاحة. تكون النسخة الأحسن مع ولادك وتشيلهم وتحميهم عشان أنت لما تكبر هم يشيلوك ويحموك. وأي حد يفهمك أي حاجة عن حب النفس غير ده، افهم إن هو شيطان بيضيعك وبيهد بيتك وبيفرق عيلتك. من الآخر كده وبالعقل، مش معنى إن أنا أفكر في فكرة سخيفة أو أحس بمشاعر تقيلة أو أتصرف أي تصرف يمكن يكون مش من طبيعتي معناها إن أنا مريض نفسي ومحتاج علاج. وحتى لو كنت مريض نفسي ومحتاج علاج، ده عمره ما كان عيب ولا عار. المرض النفسي زي المرض العضوي بالظبط، مفهوش أي حاجة تعيبك ولا تهينك. يا ريت بعد الحلقة دي نكون فهمنا يعني إيه اضطراب نفسي، يعني إيه مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية، يعني إيه توقعات خيالية عن الحياة. مستني أسمع تعليقاتكم وأشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بودكاست كلام بالعقل.